ردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه أن كثير من أهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يودونه لهم من الردة عن إيمانهم إلى الكفر حسدا منهم وبغيا عليهم. هذا عصي شرف جوكتا الدنيا آخرة بربطان كلها إصلاح لماذا كنا فوق هذا وحول أو مسلمين شكل جينايا سيدنا كقايب قارتان اسمها نظام يد الردة عدو قوة ذيقيا بضح بها الله قدقو قوة اسكو هايب يقسكو قبيل تيم به محايا علي روحي دين تكبحي قالنا قوة ذيقيا قرابا لماذي وكبحي. قال الله تبارك وتعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. doorashada beenta magaca dowladnimo dimuqraadiyada waa la idinku dagaya dabin ibliisidiin dhigiyo dacar malab la mariyo la idinku dilaya weeyaan darooga maanka qaadiyo cirbadisha dareenko la idinku duraya weeyaan duulkan hor joogana dusha sare iyo dawka mooye isku diinba maahidina danta loo idmadayna diinta baaba eediyo muslim dawajarkiisiyo gaal difaaci weeyaan muqdisho la dumiyo washington difaaceediyo darbi gaala weeyaan dan shisheeye iyo gaalada warsigeediyo dulli iyo ihaaniyo iladi dayaca weeyaan damaashaadka kiristanka iyo hambalyada dib jirkiyo dulmigan abaabulani kugu filan daliilkeed nin damiir lahow toos qorigaada deegta suro dalkii aad lahayd iyo difaac diinta eebbaha daaraha firdowsiyo xuralcaynta dalabo dalkii aad lahayd iyo difaac diinta eebbaha gaalada cadow ka dhigta lana dagaala mujaahidiinta garab istaaga iyadaad ku cisoobaysaani. قال الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هاكودك مننا هذا الله بينته يبير جلعسك فرماجية كوحديثة وما اسم دمان عمرة قالوا محايا لي دانت قالوا وامد shaqaaluhu ama farmaajo ha noqdo ama xasan ha ahaado danta gaaladuna waa dhibaataynta islaamka iyo muslimiinta gaalada waan saaraya uu idinku beerdulucsanayo soo kuwii dharaar cad isagoo ra'iisul wasaare sheeganaya dalka ka saaray maaha maxaa u soo kordhay soo kuwa maalin walba uu leeyahay walaalaheen way hanoo joogaan soo iyaga maahan. haddaba muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda ku nool geeska Afrika ee muslimiinta waxaan leenahay cid maslaxadiina ku maqan ma jirto aan ahayn mujaahidiinta idinku yeeraya ku dhaqanka shariicada raxmaanka maxaa yeelay allah oo laga amar qaato ay ku jirtaa barwaqada adduunyo tan aakhiraba. qaala allahu tabaaraka wa tacaala faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa calaykum midraara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دردارك سدحاد وعن قلاد دارمينا والدين أي علمه ذو كبيرين صفك عدوه إن علمه ذو كلاد دالان سيدا يقبت بعدين لهايين خسارة الدنيا مد آخره كان سو صاران صفك عدوه انت يسر لكل منين وحي أي لكل من كوبضان وصفك عدوه هراء بيريي مرأو ملايين أيو إنه يجرى والد جعل إن الميزو قالكو قرب لنتان. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مجاهدين تنا وحان قلت دارمينا إني وناجيان عدي الله أتوبك أنت أو كمذا كون مرتدين تا أين براوحي الله سبحانه وتعالى وبري أو حكمة إيمانه. أما عدي كون مدح عليكتا وحا يكون جيران قال لماذا يا بعض لماذا وحا نحياه وسيفته يا ورنك إلا الله سبحانه وتعالى وناك لا حكمنا أيه
قال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ah ee farmaajo calanka u sido inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horreeyey laba mid ayaadna noqon doontaan insha allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka beddel qaadato idinkoo dulaysan sidii kuwii idinka horreeyey mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin gaaladii soo dirsatayna waxaan ku leenahay ama cabdullaahi keena ama shariif keena ama xasan keena ama farmaajo ama faarax ama jaamac waxba nooma kala duwna ujeeddada dagaalkeennuna kuma xirra ashqaas ee waxay ku xiran tahay mabaadii mabda'eenuna waa sida uu allah subxaanahu wa tacaala nagu amray qaala allahu tabaaraka wa tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah fain intahuu faina allaha bima yacmaluuna basiir وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون dalkana waad isaga bixi doontaan idinkoo dulaysan kuna khasaaray wixii hanti iyo nafba idinkaga baxay dadkii lahaa ayaana u hari doona diinta allah ayaana lagu dhaqi doonaa insha allahu ama jeclaada ama naca oo karaasada قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كما قبضة مجاهدين توحان كلا دارمينا إنه صبران قال الله صبرتمان أسباب النصر أنا أي كد دالان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابدوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.